قصص غريبة ومخيفة. النهاردة هنحكي لكم قصتين غريبين ومخيفين شوية. واحدة عن ست في الصين راحت تتمشى في غابة حلوة، بس المشوار ده بسرعة تحول لكابوس مرعب. والتانية عن قرية صغيرة في تايوان حصل فيها حاجة غريبة جدا خلت أهل القرية يترعبوا، لدرجة إن الحكومة التايوانية تدخلت وحققت في الموضوع. واللي اكتشفوه كان حاجة فعلا ملهاش تفسير منطقي. بس قبل ما ندخل في القصص دي، لو بتحبوا القصص الغريبة والمظلمة اللي بتتحكى بطريقة مشوقة، يبقى انتوا في المكان الصح. احنا بنحكي قصص زي دي وبننزل قصة جديدة كل أسبوع. لو عجبتكم الفكرة اضغطوا لايك، ولو عيد ميلاد اللايك هاتوا التورتة، بس لما تغلموا هابي بيرثداي بدل الشمعة حطوا ديناميت. وياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكمش أي قصة جديدة. يلا نبتدي بالقصص بتاعت النهاردة. كان في سبب قوي ورا ده. لما كانت فاي صغيرة كان عندها ورم ولازم تتعالج منه بأدوية قوية جدا. الأدوية دي رغم إنها خلصتها من الورم سابت آثار جانبية خطيرة عليها. وعلى الرغم إنها تعافت، بس العلاج والزيارات المتكررة للدكاترة خلوها تحس إنها ضعيفة وهشة، وإنها لازم تبعد عن أي حاجة فيها مغامرة أو خطر، زي مثلا المشي في الجبال. فكانت بتفضل روتينها البسيط الآمن، تشتري سناكس، تزور أهلها وكده. بس الروتين ده رغم إنه كان بيخليها في أمان، كان كمان بيعزلها ويخليها وحيدة. ما كانش عندها أصحاب بجد، ولا كانت بتعمل حاجات ممتعة. كانت عايشة في دايرة مغلقة. وهي ماشية في الطريق، الخمس أشخاص دول نادوها بالاسم عمداً وقالوا لها: يا فاي تعالي هنا. فاي التفتت ليهم وكان واضح إنهم بيجهزوا نفسهم عشان يروحوا يتمشوا في برك التنين 18. قالوا لها: تعالي معانا اتفرجي على المكان هيبسطك. بالنسبة لفاي ده كان شيء غريب جدا، ما كانش يشبه حياتها خالص. بس في لحظة حست بحماس غريب جواها. هي فعلا كانت متعودة على روتينها، بس الدعوة المفاجأة دي من الناس دي خلتها تفكر: ليه لأ؟ ليه ما جربش حاجة جديدة لمرة واحدة؟ وكمان فكرت: هيبقى خطر قد إيه؟ أنا مع ناس تانيين وشكلهم كويسين، يمكن دي فكرة حلوة. فقررت فاي إنها هتروح معاهم، وراحت ناحيتهم وقالت: تمام، هاجي معاكم. أنا عمري ما رحت هناك، بس أكيد المكان حلو، يلا بينا. وهكذا بدأت فاي وأصحابها الخمسة الجدد من القرية يتمشوا على الطريق ده. خلال الساعتين اللي بعد كده، فاي شافت مناظر طبيعية تخطف الأنفاس، كانت قريبة منها طول عمرها بس أول مرة تشوفها. كان المكان زي الوحي بالنسبة لها، ما كانش مصدقة إنها عاشت جنب الجمال ده كله وما شافتهوش قبل كده. كانت تجربة غيرت حياتها. مزاجها كان عالي جدا، والخمس أشخاص دول كانوا لطافس جدا، كانوا بيتكلموا ويحكوا عن حياتهم. وفاي بدأت تفتح قلبها وتحكي عن حياتها ومخاوفها الصحية. وأخيراً وصلوا لغابة كثيفة جدا، وبعد شوية لقوا واحدة من البحيرات 18. كانت بحيرة كبيرة وفيها فتحة بتخلي نور الشمس يدخل، وكان في شلال بيصب في البحيرة. المكان كان تحفة بجد. أصحاب فاي قعدوا على شط البحيرة وطلعوا سناكس، وفاي قعدت معاهم وكان معاها سناكس اللي اشترتها من البقالة، وعملوا بيكنيك صغير على الشط. بالنسبة لفاي ده كان أحلى يوم في حياتها كلها. خرجت من منطقة راحتها وتعرفت على ناس لطافس، وعاشت لحظات في مكان طبيعي ساحر. كان يوم ما يتوصفش. بس وهي قاعدة جنب البحيرة بتستمتع بالمنظر الخلاب ده، بدت تحس بتعب غريب. في الأول فكرت إن ده طبيعي، يعني هي مش متعودة تخرج كتير ولا تمارس رياضة، وكمان اتمشت كتير لحد ما وصلت للغابة. بس بدت تحس إن جسمها بيترنح على الصخرة اللي قاعدة عليها، كأنها تتكعبل وتنام. وفي ثواني العالم حواليها بدأ يبقى ضبابي. كانت شايفة أصحابها لسه بيتكلموا، بس ما كانوش باصين عليها، كانوا مركزين في أكلهم. وبعدين فاي حست إنها مش قادرة تفضل فاتحة عينيها، حطت راسها على الصخرة ونامت. لما فتحت عينيها تاني لسه كانت متكعبلة في نفس المكان، بس دلوقتي كان الظلام نزل وأصحابها الخمسة اختفوا. كانت لوحدها خالص جنب البحيرة دي وسط الغابة. فاي حست برعب فظيع في لحظة، بدت تدور على أصحابها. فكرت إنهم لازم يكونوا قريبين، ما كانوش ممكن يسيبوها كده، كانوا لطاف قوي، إزاي يعملوا كده؟
بس وهي بتبص حواليها كل اللي شافته كان الظلام. كان في شوية نور قمر بيعدي من الفتحة فوق البحيرة، بس لما بصت على خط الأشجار كل حاجة كانت ضلمة. كل اللي سمعته كان صوت الطيور والحشرات، أصوات الليل. وفاي زي ما قلنا مش الشخصية اللي ممكن تلاقي نفسها في موقف زي ده بعيد جدا عن منطقة راحتها. فجأة الغابة اللي كانت حلوة بقت بيئة قاسية ومخيفة. بدأ عقلها يقول لها يا إلهي، ده كان فخ. ال5 أشخاص دول ما كانوش أصحابي، خدعوني، يمكن خدروني وسايبيني هنا عشان يرجعوا يأذوني. حست إنها في خطر وقررت إنها لازم تخرج من هناك بسرعة. اتلفتت وبصت على الطريق اللي جابهم للغابة، بس كل اللي شافته كان خط أشجار ضلمة. الطريق نفسه كان مقطوع في وسط الأشجار وكان ضلمة قوي. فكرت إنها لازم تمشي في الطريق ده لوحدها في نص الليل من غير نور ولا أي حاجة تساعدها. بس وهي قاعدة في حالة الرعب دي قررت إنها لازم تتحرك دلوقتي، وإلا هتبقى مسألة حياة أو موت. قامت ومجرد ما وقفت حست برجلين ضعيفين قوي. كانت لسه تعبانة جدا، بس الأدرينالين كان بيجري في عروقها. بدأت تتعثر وهي بتمشي ناحية خط الأشجار، وحاولت تفضل على الطريق، بس كانت بتتزحلق وتخبط في الأشجار عشان الضلمة. كانت بتسمع أصوات حواليها، وكانت مقتنعة إن دي 5 أشخاص راجعين يؤذوها، أو يمكن حيوانات أو معرفش إيه. كانت في حالة ذعر تام استمرت تتعثر ساعات، أو على الأقل حست إنها ساعات. وأخيراً وصلت لجدول مية، وقفت وقعدت هناك. لاحظت إن الشمس بدأت تطلع، انحنت وشربت شوية مية من الجدول. ولما نور الشمس بدأ يدخل من جنب الجبل شافت الطريق بوضوح، وكانت متأكدة إنه هياخدها لقريتها. نفضت عنها التعب، شربت رشفة كمان من الجدول، وبدأت تنزل في الطريق اللي شافته بمساعدة نور الشمس. وهي نازلة من الجبل شافت قريتها من بعيد، وكان في مجموعة كبيرة من الناس، على الأرجح أهل القرية، كانوا بيدوروا عليها عند بداية الطريق. فاي بدأت تلوح وتنادي عليهم. بعض الناس في الجموع بصوا عليها، بس من المسافة دي ما كانوش عارفين هي مين بالظبط. بس هي جذبت انتباههم وكانت متحمسة جدا. نزلت الجبل بسرعة وحست فجأة إنها مليانة طاقة، لإنها عارفة إنها هتبقى بخير. قربت من الجموع وشافت إن دول أصحابها وأهلها، بس النظرات على وشوشهم ما كانتش زي ما توقعت. كانت فاهمة إنهم أكيد قلقانين عليها، بس دلوقتي هي رجعت، المفروض يرتاحوا صح؟ لكن لأ، النظرات كانت صدمة ورعب. ما كانوش عارفين يعملوا إيه وهي نازلة من الجبل ناحيتهم. لما قربت بما فيه الكفاية شافت أختها وسط الجموع، ولوحت لها وقالت أنا بخير، ما تقلقيش، كل حاجة تمام. أخت فاي طلعت من الجموع بحذر، وبعدين جريت عليها وحضنتها. كانت لحظة عاطفية جدا. أختها سألتها كنتي فين؟ فاي ردت وقالت يعني امبارح أو من ساعات، مش عارفة، الوقت ضاع مني، بس شفت 5 أشخاص ورحنا الجبل. ما كانش لازم أعمل كده، بس نمت وها أنا رجعت، أسهل لو خوفتكم. بس أختها كانت بتسمعها ومش قادرة تستوعب. وفي الآخر أختها بصت لها وقالت ده مستحيل، انتي مختفية من 17 يوم. فاي ما كانتش عندها وقت تستوعب اللي اتقال لها، والجموع ما كانوش عندهم وقت يفرحوا برجعتها، لأن على طول نقلوها للمستشفى. الدكاترة اكتشفوا إنها خسرت 60 رطل من وزنها، وكانت تعبانة جدا من سوء التغذية والجفاف. ما كانوش فاهمين إزاي لسه عايشة. وهي بتتعالج بدأت تسمع عن اللي حصل في 17 يوم اللي كانت مختفية فيهم. كان في كاميرات أمان صورتها وهي بتمشي لوحدها للغابة بالجاكيت الأحمر بتاعها. يعني عرفوا إنها كانت في منطقة برك التنين ال8 اللي طولها 7.5 أميال. وكمان عشان ده كان وقت جائحة كورونا، كان في نقاط تفتيش صارمة لكل القرى اللي حواليها، فكانوا عارفين إن فاي ما خرجتش من القرية، يعني لازم تكون في الغابة دي. رغم إنهم عملوا فرقة بحث ضخمة وفجروا ألعاب نارية عشان يلفتوا انتباهها، محدش لقى أي أثر ليها. فاي نفسها قالت إنها ما سمعتش ألعاب نارية ولا شافت حد بيدور عليها،
من وجهة نظرها هي حرفياً نامت كام ساعة بس وصحيت مش 17 يوم. فاي بدأت تحكي تفاصيل عن المحنة دي، وبالأخص عن ال5 أشخاص اللي شجعوها تروح الغابة. افتكرت أسمائهم وشكلهم والحوارات اللي دارت بينهم. وصفتهم إنهم كانوا ناس لطاف، بس لما صحيت لقيتهم اختفوا. فكرت إنهم يمكن خدعوها أو خدروها، وده اللي خلاها مش عارفة تفتكر حاجات كتير. بس ما كانتش عارفة توفق بين إنها شافتهم لطاف وإن لازم يكون ليهم علاقة باللي حصل. لكن لما قالت كده أهلها بصوا لبعض وقالوا لها: فاي، دول ما ينفعش يكونوا ال5 أشخاص اللي كنتي معاهم. سألتهم ليه؟ قالوا لها: عشان ال5 دول ميتين من زمان. فاي ما كانتش مصدقة. لما رجعوا كاميرات الأمان شافوا فاي بوضوح بالجاكيت الأحمر بتمشي لوحدها على الطريق للغابة. ما كانش في حد تاني معاها. ال5 أشخاص دول ما ظهروش في الكاميرا خالص. واتضح إن برك التنين ال18 مش بس مكان حلو للمشي، لأ، الناس بيقولوا إنه مسكون. أهل القرية كانوا بيقولوا إنهم أحياناً بيشوفوا أنوار زرقاء غريبة بتتحرك بين الأشجار في الغابة دي، ومحدش عارف يفسرها. في قصة بتقول إن أرواح الناس اللي ماتوا بتبقى عايشة في المنطقة دي، وبتدور على ناس عايشة عشان تتبادل معاهم الأماكن. فعلاً لما فاي بدأت تنزل من الجبل وشافت الجموع دي، افتكرت إنهم فرقة بحثة بتدور عليها. بس الحقيقة إن واحد من أهل القرية بص لفوق وشاف ضوء أحمر مش أزرق. كان الجاكيت الأحمر بتاع فاي. افتكر إن واحد من الأنوار الغريبة دي شبح يعني. فحكى لأهل القرية وكلهم اتحمسوا وجريوا وشوفوا إيه الحكاية، واكتشفوا إنها فاي اللي كانت مختفية 17 يوم. لغاية النهاردة محدش عارف إيه اللي حصل لفاي بالظبط. كل اللي نعرفه إن كاميرات الأمان صورتها وهي بتدخل الغابة، وبعد 17 يوم رجعت. قبلها أطول حد قدر يعيش في الغابة دي لما ضل الطريق كان 12 يوم، وده كان شاب قوي بالعافية نجا. فاي كانت في حالة صعبة بس رجعت عايشة بعد 17 يوم. فاي لسه عايشة في القرية لحد النهاردة، وقصتها ما اتغيرتش أبداً. القصة التانية، لغز لين في تايوان. في صباح يوم من أيام ربيع 1959، مهندس مدني في منتصف العمر اسمه وو تشيو كان راكب عجلته في بلدته الريفية في تايوان راجع من الشغل. عادة كان بيستمتع بركوب العجلة وهو راجع البيت، بياخد وقته وبيبص على المعبد الحلو والسوق. بس اليوم ده ما كانش بيبص على المناظر، كان مستعجل جدا عشان سمع إن مراته مريضة مرض خطير. فكان بيدوس على العجلة بأقصى سرعة عشان يوصل لها ويساعدها. بس وهو بيقرب من الحتة بتاعته بدأ يحس إنه تعبان جدا. يعني ركوب العجلة لبيته كان مرهق بشكل غريب. صحيح هو كان بيسرع، بس وو كان راجل رياضي نوعا ما، يعني المفروض يقدر يستحمل المجهود ده. بس حس إن في وزن زيادة متعلق بيه، كأنه بيشيل 100 كيلو إضافي. مع ذلك وو كمل وهو بيتحامل على نفسه عشان لازم يوصل لمراته. لما وصل لشارعه شاف واحد من جيرانه، وعلى الرغم إنه وو كان مستعجل بس كان مهذب جدا. فحتى وهو بيتصبب عرق لف وبص لجاره ولوح له. الجار بص لوو وعمل تواصل بصري معاه، بس بدل ما يرد التحية عبس وشه زي ما يكون مستغرب أو مستاء منه. وو استغرب وقال في دماغه: إيه ده؟ أنا عملت إيه؟ بس ما كانش عنده وقت يفكر في الموضوع، فكمل دواسة. قرب أكتر من بيته، لقى جار تاني طالع، وكعدته وو لوح له وقال: إزيك؟ بس الجار ده كمان بصله بنظرة استهجان، زي ما يكون في حاجة غلط في وو. وو بدأ يستغرب إيه اللي بيحصل هنا، بس مرة تانية ما قدرش يركز في الغرابة دي عشان لازم يوصل لمراته. أخيراً وصل لبيته، ركن عجلته وجري جوه يشوف مراته. لقاها في أوضة النوم على السرير، وكانت شكلها شاحب جداً وتعبانة. اسمها كان لين وانغ ياو، عندها 37 سنة، وكانت ست ضعيفة نوعاً ما، دايماً بتمرض بسهولة. وهو كان متعود إنها تبقى تعبانة شوية، بس لما شافها المرة دي عارف إن الوضع خطير، ده ما كانش مرض عادي. على طول بدأ يهتم بيها، عمل لها شوربة وشاي، بس لين بالعافية كانت بترتشف منهم. كانت عندها حمى بتزيد، وهو كان بيتمنى الحمى تنكسر، بس طول الليل وهو بيهتم بيها الحمى زادت أكتر. في 1959 وفي قرية ريفية زي دي كان صعب توصل لمستشفى، فهو كان عايز يعالجها في البيت، وكان بيصلي إنها تتحسن في خلال يوم أو 2. بس خلال الأيام اللي بعد كده لين ما تحسنتش.
الحمى ما كسرتش وكفت عن الأكل والشرب تقريبا، وبقت بتدخل وتخرج من الوعي. بعد 3 أيام وهو عارف إن لو ما خدهاش للمستشفى يمكن ما تعيش. المشكلة الكبيرة قدامه كانت النقل. ما كانش عنده عربية، بس عارف إن عنده جار في الشارع عنده عربية حمار، فقرر يروح له ويطلب منه ينقله لين للمستشفى. خرج ولقى الجار ده بره مع العربية، لوح له وسأله لو ممكن ينقله لين. بس زي ما حصل قبل كده، الجار ده بصله بنفس النظرة الغريبة، زي ما يكون شخص مقزز. بس في لحظة يأس قال: مراتي بتموت، محتاجة توصل المستشفى، أرجوك ساعدها. الجار رغم إنه كان متردد وافق وقال: تمام، هننقلها. راحوا هما الاتنين لبيت وشالوا لين وحطوها على العربية وأخدوها للمستشفى. استغرقوا ساعات بس وصلوا أخيراً. لما وصلوا، لين كانت فقدت الوعي تقريباً. الدكاترة والممرضات جريوا يحاولوا ينقذوها، بس حالتها كانت بتسوء أكتر. في الليلة دي دخلت في غيبوبة وبعدين ماتت. كان مدمر. أخذ جثة لين مع الجار، رجعوها للبلد على عربية الحمار، وبدأ يجهز للجنازة. في تايوان العادة إنه جثة الميت تترجع البيت وتفضل هناك 7 أيام قبل ما تتحرق. جهز لين في نعش في أوضة الجلوس. خلال الأيام اللي بعد كده كان في البيت جنب مراته الميتة، وأصحابه وأهله وحتى الجيران اللي كان عندهم مشكلة معاه جو لهم يقدموا التعازي. كان حزين جدا، وكل ما كان بيسمع الناس بيحكوا عن لين وإزاي كانت ست رائعة كان بيحس بحزن أكبر. لين كانت ست بسيطة، ما كانتش بتقرأ ولا بتكتب، وكانت هادية ومنعزلة، بس كانت مراته المثالية. كانت بتعتني بيه، بتحبه جدا، وكانت طباخة شاطرة. كانت بتخلي الناس حواليها يحسوا بالأمان والسعادة. كان بيبكي كتير وهو بيفكر في حياته من غيرها. في اليوم الثالث من الجنازة كان قاعد في أوضة الجلوس بيتعامل مع حزنه. كان في ناس كتير داخلين وطالعين من البيت، بس فجأة الغرفة كلها سكتت، وبدأ الناس يلهثوا من الصدمة. رفع راسه وبص على الناس، لقاهم مش بس بيلهثوا، دول كانوا مرعوبين وبيبصوا على النعش. قرب من النعش ولقى لين قاعدة فيه، بتبص حواليها، واضح إنها عايشة. في الأول فكر إنها أكيد كانت في غيبوبة عميقة جدا لدرجة إن الدكاترة افتكروها ماتت. بس في نفس الوقت هو عارف إنه ما سابش جنبها 3 أيام وهي ما تحركتش ولا أكلت ولا شربت. إزاي ده ممكن؟ الناس كلها قفزت وساعدت لين تطلع من النعش ونقلوها لسريرها. لين أشارت على مية وكانت ضعيفة جدا ما قدرتش تتكلم. ادوها مية وكلهم كانوا بيبصوا على وزي ما بيقولوا لازم نوديها المستشفى. بس شافها هشة قوي وقرر إنها ما تقدرش تستحمل رحلة عربية حمار تانية، فقرر إنهم يفضلوا معاها في البيت، يمكن تتحسن شوية وياخدوها بعد يومين. خلال ساعتين وكام واحد من أصحابه وأهله فضلوا جنبها بيتأكدوا إنها فعلا عايشة، وكانت كده، بس هادية جدا. شربت مية وأكلت شوية، وبشكل مذهل في خلال ساعات بس بدأت تتحسن بسرعة، لدرجة إنها قعدت على السرير وبدأت تتحرك زي ما تكون كويسة تماما. كان مصدوم بس ممتن إنها عايشة. في الليل لما لين بقت شكلها طبيعي تقريبا، الناس كلها مشيت وسابولهم لوحدهم، وما كانش عارف يتعامل مع الموضوع ده إزاي. اليوم اللي بعده لين صحيت وكانت أحسن بكتير، لدرجة إنها قامت من السرير وبتتمشى في البيت، وقالت له: عايزة أخرج أتمشى، تيجي معايا للمعبد؟ كان لسه مش مستوعب، بس شافها كويسة جدا فقال: تمام، يلا نتمشى. خرجوا هما الاتنين، اللي هو راجل رياضي لقى نفسه بالعافية بيحاول يلحق لين اللي كانت بتمشي بسرعة ناحية المعبد، والجيران كانوا بيلوحوا لهم، وهو بيحاول يلحقها. لاحظ حاجة غريبة، لين كانت بتتكلم بلهجة مختلفة مش زي بتاعتهم، وبعدين بدأ يلاحظ إنها بقت بتقرأ وتتكلم المندرين بطلاقة رغم إنها كانت أمية قبل كده. وكمان لين اللي كانت بتحب اللحمة وبتطبخ أكلات لحمة بقت نباتية وكفت عن الطبخ، وبدأت تتكلم بثقة عن شغل المحاسبة وسجل الحسابات،
وحتى نصحت وو يسيب شغله كمهندس ويفتح محل مواد بناء في البلد. وو رغم إنه ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل سمع كلامها، وفعلا فتح المحل وبدأوا يجنوا فلوس كتير. قصة لين انتشرت في البلد كلها لحد ما وصلت للحكومة التايوانية. في 17 مارس 1962 الحكومة أرسلت عشان تجيب لين، وهي كانت مبسوطة جدا إنهم عايزين يسمعوا قصتها. ودوها مستشفى عسكري وقابلت الدكتور الرئيسي هناك. لما دخلت بصت له وفجأة قالت عمو. الدكتور استغرب وسألها ليه قالت كده. لين حكت له إن اسمها الحقيقي مش لين، ده زو شوا، وإنها كانت بنت أخته اللي اختفت في الحرب الأهلية الصينية واتعرفت إنها ماتت. قالت إن روحها دخلت جسم لين لما ماتت، وده اللي رجعها للحياة. الدكتور وزوجته لما سمعوا القصة دي لاحظوا إن لين بتتكلم زي زو بالظبط، وبقت مهتمة بنفس الحاجات اللي كانت زو مهتمة بيها. الدكتور بدأ يصدق إن في حاجة حقيقية هنا. الحكومة قررت تحقق في الموضوع، ولين أدتهم أسماء صيادين قالت إنهم قتلوا زو. لما حققوا لقوا صياد واحد بس لسه عايش، وده كان اللي حاول ينقذ زو زي ما لين قالت. بناء على كده الحكومة أغلقت قضية زو شوا كجريمة قتل، وده كله بناء على شهادة لين أو زو الروح المتجسدة. النهاردة وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم في الحلقة الجاية. سلاموز.